في مدربين كتير جدا تكلفتهم قليله ولكن برضه نتائجهم قليله. فكر دايما انك تدفع للمدرب ثمن خبرته مش ثمن متابعتك ليه. المدرب الشخصي ليه فوائد كتير جدا جوه الجيم، ولكن ازاي اقدر احدد او اختار المدرب اللي يناسبني؟ في الفيديو ده خليك ازاي تقدر تحدد المدرب اللي يناسبك واللي يخليك تقدر توصل لاهدافك، وكل ده عشان توفر وقت ومجهود وفلوسك ما تروحش على الارض. قبل ما اقول لك ازاي تقدر تختار مدربك لازم تفهم الاول ان نظامك الغذائي هو العامل الاساسي اللي هيقدر يوصلك لاهدافك. كتير من الناس بتقضي وقت في الجيم ممكن يوصل لساعتين تمرين وبقيه اليوم ممكن ياكل كل حاجه فيه، وده طبعا مش صح. عاوز اقول لك مجهود التمرين ساعتين دول راحوا على الارض لانك ما قدرتش تحدد هدفك من البدايه. وعشان تختار المدرب الشخصي بتاعك لازم تتاكد كويس جدا ان المدرب ده حقق نتائج كتير جدا مع اللي قبلك. زي مثلا اللعيبه اللي انت شايفها قدامك في الصور دي دلوقتي، اللعيبه دي اشتغلت معايا وبفضل الله قدرنا نوصل لنتائج مرضيه. وعشان تعرف المدرب الشاطر او المدرب الناجح هتلاقيه اول حاجه بيسالك عليها هي انك بتعاني من اي امراض مزمنه ولا لا، وبتعاني من اي مشاكل في العمود الفقري او في مفاصلك ولا لا. لازم تفهم كويس جدا ان المدرب بيكون مدرك ان تغيير اسلوب حياتك من اهم اهتماماته. ازاي اعرف المدرب اللي قدامي ده يناسبني ولا ما يناسبنيش؟ من خلال تجاربي معاه. كتير من الناس بتبقى مش عاوزه تتعب ولا حد يأيدها في نظام الاكل بتاعها، وده طبعا هيخليك عمرك ما توصل لهدفك ويوصلك لطريق مسدود. المدرب الشاطر هو اللي يقدر يحط لك خطه تناسب مستواك انت وما تناسبش حد تاني، ودي اكبر غلطه كل المدربين بتقع فيها. تبص تلاقي مدرب بيعمل برنامج ويبدا يوزعه على كل الناس. عشان كده لما بعمل برنامج لحد لازم اقول لك الاول ابعت لي البرنامج القديم اللي كنت ممشيك عليه عشان اقدر احدد النسب المطلوبه، لان اللي بيبدا يحصل عجز في سعراتك الحراريه، فما ينفعش امشيك على نفس البرنامج اللي انت كنت ماشي عليه لان النسب ممكن تزيد وممكن تقل. المدرب الناجح هو اللي يقدر يحط لك تمارين تناسبك وتناسب مستواك، ويبدا معاك الاول بالتمارين السهله وبعد كده يبدا بالتمارين الصعبه، بس لما يجي يبدا بالتمارين الصعبه يبداها معاك بس بشكل تدريجي. المدرب الناجح ما ينفعش يديك تمرينه شبه اللي قبلها لان مع الوقت جسمك هيتعود على كده ومش هتلاقي النتائج اللي تناسبك وترضيك. نيجي بقى لسؤال مهم، هو المدرب الشخصي يستحق ادفع له فلوس؟ في عوامل كتير تخليك تقدر تحدد ده، ومنها وقت وعدد ايام المتابعه الاسبوعيه، وكمان نوع التمرين اللي انت بتحصل عليه زي الكروس فيت، زي رفع الاثقال، زي الجيم بشكل عام. كل خطه تدريبيه بتفرق عن التانيه في السعر والهدف اللي انت عايز تحققه خلال فترتك معاه. واخر حاجه هقول لك عليها، اوعى تفكر في التكلفه ولكن فكر في النتائج اللي انت هتحصل عليها. في مدربين كتير جدا تكلفتهم قليله ولكن برضه نتائجهم قليله. فكر دايما انك تدفع للمدرب ثمن خبرته مش ثمن متابعتك ليه. وبكده اكون انتهيت من حلقه النهارده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كان معاكم الكابتن عمرو فليكس. السلام عليكم.